معنا من هناك عبر سكايب أبو أحمد الحوراني مراسل إعلامي حوران المستقلون. أهلا وسهلا بك أبو أحمد. أهلا بكم وبكل مستمعي راديو الكل. أبو أحمد، حدثنا عن أهم المواقع التي سيطر عليها الحر في الساعات الأخيرة، وما هي أهمية تلك المواقع؟ أخي العزيز، قبل أن أبدأ بهذه التطورات في محافظة درعا، أريد أن تسمح لي بهذه الرسالة التي أريد أن أوجهها لبعض السياسيين. نعم أبو أحمد، تفضل عاجلا لو سمحت كي نعود إلى موضوع التطورات الميدانية. نعم أخي، أريد أن أوجهها لمن اعتبروا أنفسهم مواجهة الثورة الثورية والسياسية دون مشورة أي أحد، بأن مبادرتهم التي سعوا إليها في روسيا، وذلك بوجود ممثلين عن نظام الإجرام الأسدي، وبإذن الله ستبوء بالفشل، ولا مصالحة ولا مهادنة مع نظام دمر وأحرق البلد وقتل شيبها وشبابها. ويجب على هؤلاء ومن بينهم الشيخ معاذ الخطيب وسفير الائتلاف والحكومة المؤقتة في قطر نزار الحراكي ابن حوران التي تأسف أن يكون من أبنائها، وليعلم الجميع أن كلمة الفصل في ثورة الكرامة السورية هي لثوار ومرابطي الداخل. أبو أحمد، حدثنا عن موضوع التطورات الميدانية وأهم المواقع التي سيطر عليها الحر في الساعات الأخيرة. نعم أخي، بداية أبدأ التطورات العسكرية في محافظة درعا من بلدة عتمان، حيث نفذ اليوم الجيش الحر صباح اليوم، قام باستهداف معاقل قوات النظام التي تتحصن بها بقذائف الهاون والدبابات على الجبهة الجنوبية لبلدة عتمان، وأيضا دارت اشتباكات متقطعة بين الجيش الحر وقوات النظام هناك. كما أيضا اليوم أعلن الجيش الحر عن استكمال معركة الشيخ مسكين بريف محافظة درعا لتحرير اللواء 82، وأيضا الآن الاشتباكات مستمرة بين الجيش الحر وقوات النظام هناك، وأبطال الجيش الحر يتقدمون باتجاه اللواء، وبإذن الله تحريره سيكون عن قريب. أيضا اليوم أبو أحمد، المناطق التي يتمكن الحر من السيطرة عليها هل لا تزال بيد الجيش الحر أم أنها معارك كر وفر بين الحر وقوات النظام؟ نعم أخي، المناطق التي سيطر عليها الجيش السوري الحر في الآونة الأخيرة ما تزال بيد الجيش الحر، بل الآن الجيش الحر يتقدم باتجاه اللواء 82 الواقع شمال غرب مدينة الشيخ مسكين لتحريره بإذن الله عن قريب. كيف هو الوضع عند معبر نصيب الحدودي جنوبا وأيضا في مدينة الصنمين شمالا؟ نعم أخي، عند معبر نصيب الحدودي الآن الأوضاع مستقرة، ولا يوجد أي اشتباكات بين الجيش الحر وقوات النظام. الآن الاشتباكات فقط والمعارك الدائرة في محافظة درعا هي في بلدة الشيخ مسكين، ونحن أيضا نأسف من هذا الوضع الذي الآن يحصل في محافظة درعا من سكوت عدة جبهات مع خروج معركة الشيخ مسكين، ونأمل من أبطال الجيش السوري الحر أن يعودوا ويفتحوا معارك محافظة درعا جميعها للتخفيف عن أبطال الجيش الحر في مدينة الشيخ مسكين. أبو أحمد الحوراني مراسل إعلامي حوران المستقلون، حدثتنا من ريف درعا، شكرا جزيلا لك.